النهاردة 11 فبراير الساعة 12 بالليل. عدى سنة على التنحي. وعدى 9 أيام على موت كريم، ولسه حقه مجاش. من أول دقيقة في الثورة وإحنا بنواجه مشاكل كتيرة قوي بتحاول تبوظ حلمنا. اتقال علينا بلطجية، عملاء، واخدين فلوس، شباب سيس، وكلام تاني كتير. بس أنا عايزكم كلكم تحسوا معايا إحساسي في اللحظة دي كان عامل إزاي. حسيت إني زي ولد صغير بيحب أمه أوي وبيخاف عليها أكتر من نفسه. بس منظرها وهي مريضة ومش قادرة تتحرك خلاني لازم أخد قرار. نزلت المستشفى وقررت أبتدي العلاج. طبيعي إن أمي هتتألم شوية، قلت في الآخر هتقوم وترجع لشبابها. زي الحقنة كده، الشكة بتوجع بس بعدها هتخف. بس لقيت المرض اللي كنت متخيل اني عالجته لسه موجود، وكمان بيزيد وبيسيطر عليها. اخواتي كانوا فاكرين ان ده بسبب العلاج، بس للأسف ده كان المرض نفسه، وهو ده اللي المرض كان عايزه. إن بدل ما خوفنا يبقى من المرض يبقى خوفنا من الحقنة. وهنا ابتدى الخلاف. المرض أعراضه ظهرت وسيطر على تفكير إخواتي. وقلب خوفهم من العلاج لكره ليه وللدكاترة اللي نزلوا عالجوها، وكرهوا نزولنا للمستشفى ورافضين يكملوا العلاج، وقالوا إن أنا والدكاترة اللي تعبناها زيادة، ونسيوا إنها أمي، وإن حبي ليها هو اللي خلاني أقرر علاجها. بس أنا مش زعلان منهم، لأن دي مش غلطتهم، ده المرض هو اللي خطير. أنا مش قلقان لأن مصيرهم يقتنعوا بالعلاج. لازم العلاج يستمر عشان هي لسه مريضة. يا ريت كان اخواتي حاسين معايا الإحساس ده. لازم نكمل العلاج، لازم مصر تخف. قومي يا مصر السكة طويلة،
عدت سنة مجنونة بخيلة، اوعي تهودي الظالم يما، اوعي تعدي عليك الحيلة. يوم 25 الماضي مش مرتاح لسه مش راضي، مش عارف يتسوق عيدك قبل ما يسمع حكم القاضي. جايلك بعد السنة ما تعدي، لسه غضبان كله تحدي، ويقولك لسه جوايا نفس الحلم الصافي الوردي. ازاي يصبح لاجلك عيد، ازاي والحرية بعيد، لسه الحكم في ايد العسكر.